النهاردة هحكي لك عن قطعة جريئة جدا عملت ضجة كبيرة جدا، البكيني اللي بدأ كفضيحة وبقى أيقونة في عالم الفاشن والحرية. يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ أهلا بك في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. بعد الحرب العالمية الثانية أوروبا كانت خارجة من دمار وضغط سنين طويلة. الناس كانوا محتاجين بداية جديدة، فرح، حرية، حاجة تخفف عنهم. وفي الجو ده مصمم فرنسي اسمه لويس ريرار سنة 1946 قرر انه يقدم تصميم غير تقليدي، مايو بس قطعتين. لما ظهر لأول مرة كان صادم جدا، المجتمع الأوروبي ما كانش متعود يشوف جسم الست بالشكل ده. الصحافة وقتها وصفته بالفضيحة واتمنع في بلاد كتيرة جدا، لكن في نفس الوقت بدأ الشباب يشوفوه كرمز للتحرير من القيود. في الخمسينات والستينات نجمات زي بريجي باردو ومارلين ميرلو لبسوا البكيني على الشاطئ وفي السينما، ومن هنا صورته اتغيرت من حاجة مرفوضة لحاجة أنثوية جذابة ومليانة طاقة وحرية. مع مرور السنين البكيني ما بقاش مجرد مايو، بقى أيقونة ثقافية. في السبعينات دخل في أفلام جيمس بوند وأصبح رمز للإغراء. في الألفينيات بيوت أزياء عالمية قدمت موديلات ما تنتهيش منه. دلوقتي موجود بأشكال وأنواع لكل الأذواق، من البسيط للهاي فاشن. البكيني برضو قصة بتقول إن الموضة مش بس لبس، الموضة تحدي، حرية، ورسالة. قطعة صغيرة قدرت تغير شكل الثقافة العالمية وتخلي الصيف نفسه أيقونة موضة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومة جديدة عن البكيني. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد أنا مستنية تقولوا لي رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومة كانت مفيدة ليكم ولا لا. وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك وعلى الانستجرام @رودانيا_ستايل، وزوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. استني الحلقة الجاية من شنطة فاشن رودانيا ستايل، يمكن نروح بلد جديدة أو نرجع لزمن بعيد. وافتكروا دايما life is a party, dress like it. Bye. Stop.